بس هنا بدل ما يوقفوا الاعدام ويعترفوا ان هم فشلوا، قالوا لا، زودوا الفولت، رجعوا شغلوا الكهرباء تاني بس اقوى واطول. والمرة دي ما كانش فيه صرخة لان فعلا ويليام مات. المشهد اللي هحكيهولك النهارده مش فيلم رعب ولا مشهد من فيلم سينما، ده أول إعدام بالكهرباء في تاريخ البشرية. أحكي لك هنا قصة الراجل اللي الدولة قتلته مرتين. القصة دي هنا حصلت في أمريكا سنة 1890، وفي الوقت ده الدولة كانت بتقول على نفسها إن هي قمة التحضر والعلم. الراجل اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه ويليام كيملر، راجل بسيط، ولا عبقري ولا مجرم اسطوري ولا قاتل متسلسل. ده واحد عادي جدا اتولد في نص القرن ال19، عاش حياة فقيرة، بيتنقل من شغلانة لشغلانة تانية. والراجل ده كان عنده مشاكل نفسية، وان الراجل ده عصبي جدا، وان هو كمان ساعات بيغيب عن الوعي. وفي سنة 1889 دخل ويليام في علاقة مع ست اسمها ماتيلدا. العلاقة دي كانت سامة جدا، كل يوم خناقة وفيها عنف وفيها طريقة بشعة. وفي يوم الخناقة هنا خرجت عن السيطرة، ويليام هنا مسك الفاس وضرب ماتيلدا على راسها ضربة ما قامتش من بعدها. الجريمة هنا حصلت واضحة، والراجل ما هربش، أول ما اتقبض عليه اعترف باللي عمله. وطبعا وقتها ما كانش هيكون في أي شك، والحكم هيكون إعدام. بس ركز معايا لأن القصة هنا بدأت تاخد منحنى غريب، وهقول لك ليه دلوقتي. لان امريكا في الوقت ده كانت واقفه قدام سؤال: احنا بنعدم الناس ازاي؟ طبعا الشنق هنا كان طريقه اساسيه، بس الاعدام بالشنق كان بيفشل كتير. حبال بتتقطع، ناس كتيره رقبتها ما بتتكسرش، وناس بتقعد دقايق طويله تتخنق من الحبل. وطبعا الصحف هنا مش هتسكت وهتتكلم عن الوحشيه والتعذيب. وطبعا هنا الدوله اللي كانت بتقول على نفسها حديثه ما كانتش حابه المنظر ده، فقالوا هنا وقتها ان احنا محتاجين طريقه سريعه ونظيفه وانسانيه في نفس الوقت. وفي الوقت ده الكهرباء كانت لسه اختراع جديد، قوة غامضة بتنور مدن وبتشغل مصانع. الناس كانت شايفة الكهرباء في الوقت ده رمز للتقدم. وهنا دخل العلم في السياسة، والسياسة دخلت في القضاء. وطبعا ولاية نيويورك هنا عملت لجنة علمية تدور على أفضل طريقة للإعدام. وطبعا هنا اللجنة اختارت الكهرباء. الخلفية هنا كان في صراع علمي شهير، علم الطيارات، توماس إديسون ونيكولا تسلا. إديسون هنا كان عايز يثبت إن التيار المتردد هو الأقوى، وإن هو فعلا ممكن يقتله. طبعا فكر إديسون هنا إن ده إثبات قوي إن الدولة تستخدمه في الإعدام. ففجأة الإعدام هنا بقى تجربة علمية والإنسان هو الدليل. فاختاروا هنا ويليام كيملر، وبقى أول واحد يتعدم بالكرسي الكهرباء. في محامين هنا كتير اعترضوا وقالوا إن دي طريقة جديدة ومحدش مجربها، وأكيد طريقة فيها تعذيب. لكن هنا المحكمة طبعا رفضت وقالت إن دي طريقة حديثة وإنسانية. وفي يوم 6 أغسطس سنة 1890 اتجمع هنا في سجن أوبرين صحفيين وعلماء وأطباء ومسؤولين كبار. وطبعا دول مش موجودين علشان يشوفوا الموت، بالعكس دول موجودين علشان يشوفوا الاختراع. قعدوا هنا ويليام على كرسي خشب، وحطوا كل السلوك الكهرباء وربطوه من ايديه ورجليه. ويليام هنا كان ساكت، وكان كمان وشه مخطوف، وكان عارف ان هو اول واحد هيجرب الاعدام بالكهرباء. ويليام كمان كان عارف ان اخر حاجه هيشوفها هو زرار الكهرباء. وفي لحظه صمت هنا شغلوا الكهرباء على 1900 فولت. الجسم هنا اتشد والعضلات اتخشبت، وقفوا الكهرباء بعد 17 ثانيه. الدكتور هنا قرب على طول من ويليام، وبعد الفحص قال ان هو خلاص انتهى. بس قبل الدكتور ما يبعد عن ويليام شويه، ويليام هنا اتحرك وفتح عينيه. ويليام هنا طلع صرخه خلى كل اللي في القاعه يتجمدوا في مكانهم. في واحد من الشهود كان موجود جوه القاعه كتب ان هو حس كأن ميت رجع من قبره. الدكتور هنا اتلخبط، الصحفيين سجلوا اللحظه دي، والحراس وكل القاده اللي موجودين رجعوا لورا. الدوله في اللحظه دي كانت رسميا قتلت راجل وفشلت. بس هنا بدل ما يوقفوا الاعدام ويعترفوا ان هم فشلوا، قالوا لا، زودوا الفولت، رجعوا شغلوا الكهرباء تاني بس اقوى واطول. والمرة دي ما كانش فيه صرخة لأن فعلا ويليام مات. بس هنا التاريخ سجل إن أول إعدام بالكهرباء كان أبشع من الشنق. الصحف هنا تاني يوم كتبت وقالت ده تعذيب باسم العلم. ولكن الغريب هنا برغم الفشل اللي حصل والتعذيب إن الدولة كملت الإعدام بالطريقة دي، والكرسي الكهرباء بقى رسمي في الدولة واتعدم عليه مئات الناس بعد كده. والسؤال هنا: هل اللي حصل ده تقدم ولا جريمة لبسوها بدلة العلم؟ ويليام هنا دخل التاريخ مش علشان إن هو قتل، علشان ان هو اتقتل مرتين، مرة هنا باسم العدالة ومرة تانية باسم العلم. واللي حصل هنا خلى العالم كله يعيد تفكيره، مش في طريقة الاعدام نفسها، ولكن في فكرة ان الدولة ما ينفعش تجرب العلم على انسان. ولو سألت نفسك هنا سؤال: مين هو المجرم الحقيقي، الراجل ولا الكرسي؟ هتكتشف هنا ان السؤال لسه ملهوش اي اجابة.